السلام عليكم، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون كله تمام وبخير وبصحه. اهدى. كاس العالم، كاس العالم وما ادراك ما كاس العالم. السلام عليكم، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ كويسين؟ اهلا بيكم في اول حلقه في كاس العالم. لسه ما اعرفش الصراحه هنسميها ايه، بس اكيد هكون سميتها ساعتها يعني حاجه. طيب انا بصور الحلقه دي بعد افتتاح كاس العالم عشان في كلام طبعا عن الافتتاحيه وكده، بس ده هنرميه في الاخر لان ده بالنسبه لي مش مهم. المهم منتخبنا، منتخب مصر هيعمل ايه في كاس العالم او ايه بقى؟ شويه خواطر خلينا نقولها. طيب انا متحمس ليه المره دي؟ متحمس طبعا عشان حسام حسن ده رقم واحد، ده بدون نقاش وبدون كلام. انا بالنسبه لي الراجل ده بحبه جدا عشان ده شخص كده في مصر عنده دي. انا بعشق المنتخبات اللي اولا مدربها هيبقى وطني، دي اهم حاجه في كاس العالم، لانه اهم حاجه في كاس العالم الجرينتا دي اهم حاجه في كاس العالم. فبالنسبه لي وجود حسام حسن على الخط دي رقم واحد، تفاؤل فظيع. خلاص ده واحد. اتنين، فكره والله ما عارف ان انت هتقولوا عليا، بس فكره السيناريوهات بتاعت الكوره. يعني فكره ان ميسي قعد 600 سنه ما بيكسبش حاجه مع الارجنتين وفي الاخر كسب. طب ما صلاح ما صلاح اهو مش يمكن الكوره تنسفه في مره ويطلع صح؟ فدي تاني حاجه صراحه مخليني متفائل. من الحاجات اللي مخليني مش متفائل عشان دي برضو حاجه كده، لما الاقي المصريين كلهم متفائلين انا دي بكره. فبالنسبه لي ان فكره انه كله بقى شايف ان احنا هنصعد وكله شايف ان احنا هنأدي كويس قوي وهنصعد تاني، فنلعب امريكا نكسبها على ارضها ونعدي بعد كده نلعب سويسرا ولا مش عارف ايه، فممكن تعدي فتوصل لربع النهائي ما بحبش ده والله العظيم. ده بيخليني انا ما بحبوش خالص. فده برضه مشككني شويه. بس بشكل عام انا مبسوط. يعني انا بشكل عام انا والله حاسس ان احنا نعمل حاجه. لماذا؟ خلينا نمسكها واحده واحده. اولا بلجيكا هنخسر، احنا هنخسر قدام بلجيكا. ليه؟ عشان نفس فكره اوروجواي دي سهله. اوروجواي دي في 2014 سهله وفي المتناول، ومش ده الجيل الذهبي بتاع بلجيكا. سبحان الله، الجيل الذهبي بتاع مش ده الجيل الذهبي بتاع بلجيكا، وسهله ان احنا نكسب. بلجيكا تقيله قوي، فالمنتخب فعلا تقيل قوي وهيكسبنا. ممكن نعمل معاه ماتش حلو ماشي، ما هقول ممكن، بس ان احنا نكسبه دي صعبه. ولكن انا في حاجه كده جوايا بتقول ان احنا ممكن يعني حاسس من جوايا انه والله لما تمسكها كده واحده واحده. خلينا نرجع تاني، لما تمسكها واحده واحده لا ممكن. يعني فكره ان دوكو على هاني دي انا عشتها مع الاهلي كتير قوي، مع هاني ديفيز على هاني، مش عارف مين جنبري ولا كان كومان على هاني. يا لهوي عشتها كتير قوي مع هاني دي. صباح الفل، انا ما عنديش مانع دوكو على هاني دي عادي. انا اشوف هاني بيتفرش على الارض 7 مرات ولا يهمني، مش ازمه. بس فكره ان المنتخب البلجيكي بكل دنيته قدامنا والله فيها وما فيهاش، يعني من ده على ده. ودي مشكله العبد لله، ان انا مش عارف. انا والله مش عارف، انا مش كده. انا اصلا والله العظيم انا من الان متوتر. انا اصلا وانا بصور الحلقه دي فكره ان انا دخلنا في اجواء كاس العالم بقى طيب تاني ماتش مع نيوزيلندا دي بالنسبه لي تفائل. ليه؟ عشان فكره ان لو خليت دايما المنتخب السهل في الاخر، انه كده ماتش نيوزيلندا مضمون. بنتفاجئ ان نيوزيلندا دي تنين مجنح، ان نيوزيلندا دي سبحان الله الحصان الاسود بتاع البطوله، مش بتاع البطوله كلها. فمصادف ان سبحان الله دي فرقه تقيله قوي. فانا بحب انه اولا نبدا بماتش سخن، لانه ماتش بلجيكا تقيل، نخلص التقيل ده خلاص نرميه ورا ظهرنا وخلاص ونخسر ويلا واللي بعده. فبالنسبه لي احنا بدانا بلجيكا، يعني ترتيب الماتشات تحفه. ليه؟ بلجيكا خلاص هنخسر ان شاء الله لا، بس انا احساسي من جوايا كده وما زال في الاحساس انه ممكن نعملها. ماتش بلجيكا كده. ماتش نيوزيلندا ده لازم يكسبوا ب 10-0. يعني نيوزيلندا دي لازم تتكسب باي طريقه. ايران نتعادل نخسر مش فارقه معايا قوي الصراحه، على قد ما لو احنا كسبنا نيوزيلندا فرق كبير خلاص هنصعد من احسن توالد، فالدنيا تمام بالنسبه لي. واحنا كمصريين يا لهوي حرفتنا قوي حسبه. احنا كسبنا كام نقطه وعملنا مش عارف ايه وهنطلع احسن توالد ونلعب دي بتاعتنا. يعني دي بتاع فكره انه بلجيكا تكسب ايران فاحنا نكسب مش عارف دي الحسبه دي هتتعمل. الحسبه دي هتتعمل. طبعا نطلع تاني، نطلع تالت، نطلع اول مثلا، هتتعمل. لو صعدنا خلي اللوات للوات. خلي اللوات للوات. طيب زي ما انا قلت انا فعلا والله متفائل، فعلا حاسس ان احنا فعلا لا والله فيها. بس انا مشكلتي الوحيده انه فعلا المصريين كلهم متفائلين، انا ما بحبش دي. تاني حاجه حابب اتكلم فيها وهي فكره انه انا بشوف دايما ان كاس العالم عمره ما كانت حاجات تكتيكيه قوي او حاجات او انها معتمده على اسامي ناس. انا شايف انها دايما بتبقى فكره الجرينتا، فكره انه الناس دي عايزه تعمل حاجه، البلد ده عايز يعمل حاجه. شفناها مع كولومبيا في البرازيل، شفناها مع المغرب. فكره انه هو في تكتيك، في جزء تكتيكي، بس في جزء تاني لا، ده
في جزء تاني ان دول عايزين يعملوا حاجه. فانا حاسس بدي، يعني انا مع حسام حسن، انا بعشق تاني، هعيد، انا عارف المنتخب اول فيديو بس عايده تاني، فكره ان المنتخب معاه مدرب وطني دي بالنسبه لي انا، بس انا مش عايز حاجه تانيه. فكره انه الجرينتا وحسام حسن، انا ما حضرتش حسام حسن، فمن اللي انا بسمعه دايما حسام حسن واللي انا شفته، لا اوف ايه ده، انا اعشق ده. ممكن يبقى في اوقات في شويه في كده ضايعه، بس انا بالنسبه لي بعشق هذا الرجل. في امل والله العظيم، انا هفضل اعيدها ده في امل ان احنا فعلا مش نعمل حاجه. انا بالنسبه لي فكره الصعود ده مش الهدف، يعني انا مش هدفي انه احنا نصعد شكرا على كده ومصر، لا انا بالنسبه لي انا عايز اصعد 32 16 8، انا عايز اوصل لل8 يعني. وتاني هي مشكله في كاس العالم ده، فكره ان هي بقت المنتخبات اكتر، ففكره ان انت فعلا لما هتصعد هتلاعب مين؟ هتلاعب امريكا ولا هتلاعب التانية دي كانت اسمها ايه، حتى باراجواي ولا حاجه كده. فما زالت انت في الدور ال 32 لما بتصعد، ما هي مش بتلاعب برضه منتخب. وحتى بعد ما هتصعد بعديها، يعني انا مش فاكر طبعا بس من كتر ما شفتها على الريلز والتيك توك والكلام ده كله، ان احنا لو وكسبنا امريكا ممكن نلعب سويسرا، فبرضه ما هوش هو منتخب صعب بس ما هوش كده. ففكره ان انت ممكن تصعد لل8 كده. فبس تلخيص لهذا، انا والله متفائل، وانا فعلا متفائل بحسام حسن، متفائل باللعيبه. فكره انه الناس تقعد تقول كان مثلا يجيب شحاته ويجيب مش عارف ايه وهو اللي جاب مين، فكره انه جاب مين وساب مين دي دايما وابدا بتبقى مشكله ومعضله في كل المنتخبات بكل شكل. هو منقي اللعيبه اللي هو مستريح معاهم تمام. يعني انا بالنسبه لي، انا ما دام انت هتخليني اشوف المنظر اللي انا شفته قدام اسبانيا وروسيا والبرازيل في نفس فكره ان احنا كده، انا موافق. يعني انا ما عنديش مانع اشيل مصطفى محمد لو هو مش هيبقى متوافق مع طريقه لعبك، فتمام. حمزه عبد الكريم بالنسبه لي، عشان بس برضه دي محتاج اتكلم فيها، لا يا جدعان، لا انا بالنسبه لي انه جايب حمزه عبد الكريم ده كان العادي، ده مش اللي هي الحاجه، لا ده العادي. انا عارف ان هو بيلعب في برشلونه بيه، بس في الاول وفي الاخر فكره انه في لعيب 18 سنه بيلعب مع المنتخب، ايه ده؟ انا علشان بس تبقوا عارفين، احنا بالنسبه لنا في الدوري المصري شوبير لسه شاب، شوبير ابو 26 سنه ده لسه شاب، ده الشاب بتاعنا اللي هو لسه بيقول صباح الخير ولسه في الرابع 25 26 سنه. فبالنسبه لنا انه 18 سنه وبيلعب في المنتخب دي طبعا مستحيله. لما تيجي تشوف المنتخبات الثانيه يا باشا ده العادي. فبالنسبه لي انه جاب حمزه عبد الكريم ده عادي. فكره انه بيلعب في برشلونه بيه والماتشات الرسميه ومش عارف ايه ماشي، بس بالنسبه لي لا عادي، لا انا بحب اشوف حمزه عبد الكريم. طيب خلاص خلصنا مصر، نيجي بقى لفكره التنظيم والافتتاح والدنيا دي كلها. انا شايف والله العظيم ان هو لخصها ابو تريكه، وانا مش حاسس ان انا محتاج اتكلم فيها. انا بالنسبه لي هو فيديو ابو تريكه هيفتقد التنظيم اللي احنا شفناه في مونديال قطر، احلى تنظيم واحلى كاس عالم. افشل كاس عالم بقى اللي هنشوفه، لان المشاكل بدات، المشاكل من عدم حضور حكام، مشاكل ملاعب، مشاكل طقس، مشاكل تنظيم. ورونا نفسكم، ورينا نفسك يا هوجو يا بروسيا اللي بتلعب الافتتاح، يا اللي عملت حمله على منتخب المغرب وبلد المغرب في تنظيم كاس الامم الافريقيه. ما شفناش حد بيتكلم رغم المشاكل الموجوده ورغم التاشيرات والتذاكر و فعاوزين بقى نشوف الاخ انفنتينو اللي قعد 80 دقيقه امبارح في المؤتمر الصحفي بيدافع على الغلط. فالان اللي عايز يغسل سمعته ينظم كاس عالم. بلد مشارك في اباده في غزه، الان كاس العالم عاوز يغسل هذا السمعه. بلد عمل حرب على بلد اخر وجاي يغسل سمعته في كاس العالم. بلد خد رئيس دوله اخرى من بيته عشان يغسل كاس عالم ويقول لك احنا سمعتنا واحنا الديمقراطيه فبعد مونديال قطر فنيا مفيش حاجه كاس العالم، وتنظيميا ده بالنسبه لي احلى كاس عالم اتعمل. فنيا هنشوف مشاكل، وتنظيميا المشاكل بدات قبل ما كاس العالم افتتح. بس فده كان نهايه هذه الفيديو. انا عارف ان الفيديو كان قصير، بس كان هدفنا من الفيديو ده بس ان احنا نطلع نتكلم، وان شاء الله باذن الله هتشوفوا مننا فيديوهات اكتر، سواء كان ردة فعل، فيديوهات بعد الماتشات. يعني ان شاء الله باذن الله هنحاول نكفر كاس العالم باذن الله. والواحد متحمس صراحه والله العظيم بجد، الواحد كده، وان شاء الله باذن الله نعرف نعمل حاجه ونفرح الله. بس وبكده كنت خلعت النهارده، ان شاء الله اشوفكم الحلقه الجايه. ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب شير وتشغل جرس التنبيهات عشان انزل حلقه جديده توصلك بقى وكده. سلام. ايوه استرجعتها يا رب والله العظيم. انا بقى عشان بحب اللقطه دي، بحب فكره ان اخلص البتاعه واقوم عامل شاشه سوداء والريكوردنج ونتكلم بقى كلمتين كده. والله متوتر والله العظيم، وانا بكلم ابن عمتي ياسين والله العظيم متوتر. انا جبت البتاع ده وترني اكتر. وبعدين اوريكم حاجه، جالي معاه ياسين بونو، جالي معاه ستيكر بتاع ياسين بونو، مش عارف هو باين ولا لا. فالمهم انه الواحد متوتر. مش عارف اعمل ايه. حاسس ان الماتش كده ان
شاء الله خير، ان شاء الله خير، ان شاء الله خير، باذن الله خير، باذن الله.